هل لاحظت أن تشابي ألونسو بدأ يستخدم جود بيلينغهام كجناح أيمن؟ لكن قبل أن نجاوب على السؤال، إذا كنت مدريدي حقيقي اضغط لايك واشترك في القناة لكي نحلل مع بعض خطط تشابي ألونسو في الفيديوهات القادمة، لأن اللي راح تسمعه اليوم ممكن يغير نظرتك لتشابي ألونسو بالكامل. مشاهدة ممتعة. القرار هذا مو عشوائي أبداً، والسبب بسيط، هو لأن رودريغو لاعب هجومي مذهل، يسجل، يراوغ، يتحرك بخفة، لكن في المقابل ضعيف جداً دفاعياً، ما يعرف يقطع كرات، ما يسد المساحات، ودائماً يحتاج تغطية. والآن تخيل أن الظهير اللي خلفه هو أرنولد، اللي هو أساساً ليس دفاعياً بما يكفي، بل لاعب هجومي بامتياز. هنا صار عندك جبهة كاملة ضعيفة دفاعياً، وراح تكون ثغرة مكشوفة أمام أي مدرب. فالحل؟ ألونسو قرر يفاجئ الجميع ويجعل بيلينغهام يلعب كجناح أيمن، لأنه لاعب يملك القوة، الضغط، الذكاء التكتيكي، وقطع الكرات. تحركاته ما تضر الفريق، بل تساعده هجومياً ودفاعياً. لكن هل هذا معناه أن بيلينغهام راح يبقى جناح أيمن طول الموسم؟ ولا هي خطة مؤقتة إلى أن يتأقلم الفريق؟ الأكيد إن رؤية ألونسو مبنية على التوازن واستقرار الفريق وليس الاستعراض الفردي. وبالنظر للتشكيلة الحالية، فعلاً ريال مدريد أصبح أكثر استقراراً دفاعياً وهجومياً، ويحقق الفوز تلو الآخر في بطولة كأس العالم للأندية. وهنا قد يطرح أحد جماهير الملكي سؤالاً: لماذا لا يشرك تشابي ألونسو إبراهيم دياز وكارفاخال بدلاً من رودريغو وأرنولد؟ الجواب في الحلقة القادمة. والآن، ما هو رأيك التحليلي؟ وهل تؤيد كلامي هذا؟ لنتشارك الآراء والأفكار حول المقاطع القادمة.